تعرف ان في عيلة مصرية خانت مصر واشتغلت جواسيس لحساب اسرائيل؟ عشان ما اطولش عليك كتير يلا نخش في الحكاية على طول، بس في الاول ما تنسيش تعمل لي لايك واشتراك في القناة. انا انشراح موسى، اتولدت سنة 1937 في محافظة المنيا في الصعيد، من عيلة بسيطة جدا وحياتهم كانت عادية، بس انا ما كانتش عجباني العيشة ديت وكنت عايز اعيشها غير دي خالص، عايز اعيشها بعيد عن المنيا والصعيد، بس ما كنتش عارف اعمل كده ازاي. لحد ما في سنة 1955 رحت فرح عند ناس قرايبي، هناك شفت راجل اسمه ابراهيم شاهين، تقدروا تقولوا كده اللي انا حبيته من اول نظرة، وسبحان الله هو برضه اعجب بيا من اول نظرة، وهو كان شايفني زوجته المستقبلية، وفعلا جيت قدم لي بس اهلي رفضوه، بس انا فضلت متمسكة بيه لحد ما اهلي وافقوا عليه وفعلا اتجوزنا. بعد الجواز ابراهيم خدني معاه لمحافظة العريش، وتقدر تقول كده ان هناك تبدأ قصة خيانتنا لمصر. بس في الاول لازم تعرف ان احنا رحنا العريش عشان كان شغل ابراهيم هناك، كان شغال محاسب في مديرية امن العريش، وهناك خلفنا 3 اولاد، نبيل محمد عادل، وخليك حافظهم قوي عشان هيكون ليهم دور معانا في القصة. بس للاسف اولادنا ما عادوش معانا كتير لاننا بعتناهم القاهرة يقعدوا مع عمهم عشان يخشوا مدارس في القاهرة. واول مصيبة سودة تحصل في حياتي، ابراهيم جوزي اتسجن 3 شهور، وده بسبب ان هو كان بياخد رشاوي في شغله، فناس بلغت عنه. بعد ما طلع من السجن كان عاطل ومعهوش فلوس، والحظ الاسود تحصل نكسة 67 واسرائيل تحتل سينا والعريش كلها، وده معناه ان اهل العريش ولا كانوا بيعرفوا يتحركوا ولا يمين ولا شمال. كان اهل العريش عشان يتحركوا في اي حتة او يسافروا لاي محافظة تاني كان لازم ياخدوا موافقة من الحاكم الاسرائيلي اللي كان ماسك العريش. تخيل كده تبقى في بلدك مصر وعشان تتحرك فيها لازم تاخد موافقة من حاكم اسرائيلي. المهم الحاكم الاسرائيلي اللي كان ماسك العريش اسمه ابو نعيم. ابراهيم جوزي كان كل شوية يروح المكتب الاسرائيلي اللي موجود في العريش عشان ياخد موافقة ابو نعيم عشان نسافر نشوف اولادنا في القاهرة. الموافقة كانت كل شوية بتترفض وكانوش عايزين يسفرونا القاهرة. ابراهيم جوزي طبعا اتخانق لان الاسرائيليين مش راضيين يوافقوا ان احنا نسافر القاهرة، فابراهيم راح المكتب الاسرائيلي فضل يزعق لهم هناك ويشتم فيهم. فمين ياخد باله بقى من طريقة كلام ابراهيم اللي مش كويسة؟ ابو نعيم اللي هو الحاكم الاسرائيلي في العريش. ابو نعيم استغرب طريقه كلام ابراهيم جوزي، فراح خده تحت باطه ويشوف ماله. ابو نعيم لما اتكلم مع ابراهيم اكتشف ان ابراهيم كاره الدنيا، وكمان بسبب ان هم مش موافقين ان احنا نسافر القاهره، وكمان لاحظ ان ابراهيم محتاج فلوس. تقوم تيجي فكره في دماغ ابو نعيم، وهي انه يجند ابراهيم جوزي لحساب اسرائيل، بس قبل ما يجنده لحساب اسرائيل حب يختبره الاول. فابو نعيم ادى لابراهيم شويه زيت وسكر على رز، حاجات من ديت يعني نقضي بيهم العيشه، وقال له خد الحاجات دي وروح وتعالى لي بكره وانا هخلص لك حكايه الموافقه ديت عشان تسافر تشوف عيالك في القاهره. طبعا ابراهيم جالب الحاجات وقعد يحكي لي على اللي حصل. الصراحه انا كنت فرحانه وقلت لابراهيم يا ريت الاسرائيليين يدوا لنا اكل كل يوم، وما كنتش ممانعه ان هم يجيبوا لنا اكل، بالعكس انا كنت فرحانه قوي. المهم تاني يوم ابراهيم راح لابو نعيم. ابو نعيم استقبل ابراهيم بابتسامه واسعه وكمان خلص له موافقه زي ما وعده، بس ابو نعيم طلب من ابراهيم خدمه بسيطه، وهي ان يجيب له اسعار الفاكهه والخضار وهو جاي من القاهره. ابراهيم طبعا وافق لانه لقاها حاجه بسيطه، بس ابراهيم ما يعرفش ان الاسرائيليين بيختبروه. فسافرنا القاهره شفنا الاولاد وعرفنا اسعار الفاكهه والخضار ورجعنا على العريش تاني. ابراهيم راح على طول لابو نعيم قال له على اسعار الفاكهه والخضار. ساعتها ابو نعيم عرف ان ابراهيم ليه ولاء ليهم وعادي يجندوه، وفعلا الاسرائيليين جندوا ابراهيم، بس ابراهيم كل ده ما يعرفش. اول مهمه بقى طلبها ابو نعيم من ابراهيم جوزي، قال له بص يا ابراهيم في هنا في سينا شويه فدائيين مصريين، لو عرفت لي مكانهم هديك $1000. ابراهيم طبعا المبلغ زغلل العيون ووافق على طول، وجه حكالي وانا كنت موافقه، اهم حاجه عندي الفلوس. وفعلا ابراهيم جوزي بلغ عن مكان الفدائيين المصريين وقبض $1000. فكده بقيت انا وابراهيم جوزي رسمي شغالين مع اسرائيل جواسيس. بعدها الاسرائيليين جابونا ودربوا ابراهيم جوزي على جهاز الارسال عشان يقدر يبعت بيه معلومات عن مصر، ودربوني انا على الكتابه بالحبر السري والشفرات، كمان ادولنا اسامي اسرائيليه جديده. ابراهيم بقى اسمه الكولونيل موسى حييم، وانا بقيت اسمي دينا بن ديفيد.
وكمان اسرائيل جابت لنا شقه في القاهره عشان نقعد هناك، لان القاهره هي اكتر مكان نقدر نلم فيه معلومات عن مصر ونبعتها على اسرائيل، وكان على كل معلومه واحده بناخد $1000. طبعا اشتغلنا وبعتنا معلومات كتير قوي والفلوس كترت معانا قوي قوي، فعشان ما حدش يشك فينا وكتر الغنى اللي احنا بقينا فيه وكتر الفلوس اللي لعبت معانا ديت، رحنا فتحنا محل ملابس مستورده، وكمان فتحنا محل ملابس مستورده عشان نتعرف على كل رجال الاعمال والظباط والاغنياء، لان دول اكتر ناس نقدر نجمع عنهم معلومات عن مصر. عشان نتوسع في الشغل ونجمع معلومات اكتر، رحت شغلت عيالي الثلاثه معانا، وطبعا علمتهم ازاي يجمعوا معلومات وازاي يتعرفوا على اولاد الناس المهمه في البلد. وكنا لما بنصور مايكرو فيلم الاماكن مهمه في البلد لازم نروح نسلمها في اسرائيل. طب ازاي بقى كنا بنسافر من مصر على اسرائيل؟ كنا بناخد طياره من القاهره لروما في ايطاليا، ومن روما على اسرائيل، او ساعات من روما اليونان لاسرائيل. فبحكم ان انا بقى شخصيه عناديه واسرائيل عشان تحب تسيطر عليا، فخلتني اعمل علاقه مع ابو نعيم، وطبعا العلاقه دي اتصورت فيديو من غير ما اعرف، وكل دوت عشان اكون تحت طوعهم وما افكرش ان انا اخلي بيهم، عشان بس لو فكرت اسيبهم في يوم يهددوني بالفيديوهات. ويجي اليوم اللي ما كناش عاملين حسابه خالص. سنه 1974 المخابرات المصريه تلقط اشارات جهاز ارسال. طبعا جهاز الارسال ده بتاع مين؟ بتاع ابراهيم جوزي اللي كان بيبعت بيه معلومات عن مصر لاسرائيل. المخابرات المصريه فضلت تراقبنا مده طويله وتتتبع خط سيرنا، وعرفت اللي احنا بنسافر لاسرائيل، وعرفت اللي احنا خونه. فراحت المخابرات المصريه جابت ابراهيم جوزي وعيالي من البيت. انا بقى كنت فين؟ كنت في اسرائيل وراجع على مصر، وهم فضلوا مستنيني لحد ما اجي. اول ما جيت مصر فضلوا مراقبيني لحد البيت، واول ما دخلت البيت من هنا هم طبوا عليا وقبضوا عليا. هناك في المخابرات المصريه اعترفنا بكل حاجه وحكينا لهم على كل حاجه من البدايه للنهايه، واتحكم عليا انا وابراهيم جوزي بالاعدام، واولادنا ب5 سنين سجن. بس ثانيه تحصل مفاجأة محدش كان متوقعها. إبراهيم جوزي فعلا اتنفذ عليه حكم الإعدام، بس أنا بقى حكم الإعدام بتاعي اتأجل 3 سنين، وفي الوقت دوت تحصل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. فمن ضمن معاهدة السلام يحصل تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل، يعني مصر تسلم لإسرائيل كل الجنود الإسرائيليين اللي سجناهم، ونفس الموضوع إسرائيل تسلم كل الجنود المصريين اللي حبساهم. فالحظ الحلو إسرائيل طلبت من مصر اللي هي تسلمني أنا وأولادي مع الأسرى، وفعلا مصر سلمتني انا واولادي لاسرائيل. ولما وصلت اسرائيل سبت الاسلام وبقيت يهوديه، وعشت باسم دينا بن ديفيد، وعادل ابني بقى اسمه رافيل، ومحمد بقى اسمه حايم، ونبيل بقى اسمه يوسي. في اسرائيل بقى اشتغلت في مطعم، بس الحقيقه انا استغربت ان اسرائيل تجاهلت كل بطولاتي والانجازات اللي انا عملتها لها. كان المفروض يقدروني بسبب اللي انا عملته لهم، بس في النهايه انا دخلت في حاله اكتئاب بسبب تجاهل اسرائيل ليا. وتكون نهايه قصتي لما توفيت في 2021 في اسرائيل. وبس كده تكون الحكايه انتهت. ما تنساش انت بقى تنزل تعمل لي لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتشير الفيديو، وكمان تعمل لي فولو على الانستا. وكمان يا سولو ما تنساش تنزل تكتب لي في التعليقات حابب اعمل لك فيديو عن ايه.